والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين مكتبتك. معاكم محمد في فيديو جديد وريفيو جديد لموديل جديد وبراند جديد وستايل جديد من الساعات. وهنتكلم النهارده عن السمارت جيت. محدش اتكلم عنها على النت خالص. براند السمارت جيت اللي جاي بضمان التوحيد لمده سنه، برضو ساعه محترمه جدا وخدمه دعم فني محترمه جدا من وكيل محترم. والنهارده هنتكلم عن الموديل الار جي اللي جايه كده بشكل راجل وتصميم كده برضو للواقع، تحس ان انت لابس ساعه كوزبت يعني، لكن طبعا بفرق سعر كبير جدا، ارخص منها بفرق ملحوظ وامكانيات حلوه جدا. خلينا النهارده نبدا ريفيو بتاعنا ونتكلم عن اول جزء وهو الانبوكسنج ومحتويات اللعبه الخاصه بالساعه المميزه جدا من سمارت جيت الراجت ووتش، وهي الساعه الاس جي دبليو ار جي. طبعا جايه باثنين ستراب، وده تصميم الساعه. تصميم الساعه حلو قوي. خلينا نشوف كده تفاصيل العلبه لان يعني في شويه تفاصيل كتيره قوي في كل حته. اول حاجه بقول لك ان هي مقاومه للميه بمعيار اي بي 68، وان هي جايه بشاشه اموليد 1.43 انش، ريزوليوشن 466 في 466، ريزوليوشن حلو جدا. الساعه كلها والماتيريال بتاع التصنيع كلها زنك الوي، ماتيريال حلوه جدا. عندك هنا جايب بطاريه 370 ملي امبير، 5 ل 7 ايام في الاستخدام المتوسط. هنا سمارت جيت، وعندك بقى في الجنب برده في تكرار لبعض المواصفات زي الشاشه. عندك ان هي فيها قياسات على مدار اليوم، وان هي جايه ب3 بوتن، في 3 زراير، الزراير كلها سكرول او زرار كلهم بوتن، وفي واحد فيهم سكرول. وكمان البطاريه متكرره بلوتوث 5.2، وان هي فيها اكتر من 100 مود رياض. في الظهر هنا في شويه تفاصيل حلوه برده، اهمهم بالنسبه لي ان هو مكلمك عن الووتر بروف، ان هو اي بي 68 ماكسيمم متر ونص، ما تنزلش اكتر من متر ونص لمده 30 دقيقه. دي تفصيله حلوه جدا مش اي حد بيتكلم عنها، وباقي التفاصيل كلها تفاصيل متكرره، اللهم ان هي بتتشحن في ساعتين. ده بالنسبه للتفاصيل اللي على العلبه. طبعا الساعه جايه بضمان سنه من الوكيل، اللي هو بالمناسبه يعني التوحيد. نفتح بقى العلبه مع بعض بالشكل ده كده. اول حاجه بتظهر عندنا هنا هو شكل الساعه، وشكل الساعه يشدك. كل تفاصيل وشكل الساعه حلوه جدا. لو قعدنا نركز في تفصيله في الساعه هنلاقي ما شاء الله كلها مليانه تفاصيل. كل تفصيله في الساعه تلاقي ليها تصميم وابداع خاص بيها. يعني الصراحه الساعه شكلها جميل جدا جدا. يعني اكتر حاجه شدتني يعني كمحمد هو التصميم بتاع الساعه. طبعا الزرار الاورنج ده برده مدي تفصيله حلوه جدا في التصميم. خلينا نشوف باقي محتويات العلبه. عندك بعد كده في جوه في العلبه هنا الاستراب السيليكون، برده ستراب سيليكون جاي برده ايه في حته كده برده سمارت جيت كده في الهويه، وهنشوف دلوقتي على الساعه. عندك بعد كده هنا في القطعه دي اللي بنقدر نضيق بيها الاستراب ونوسعه لو احنا عايزين نشيل اي مفصله من المفصلات دي. وبعد كده عندك الشاحن او كابل الشاحن 2 بن يو اس بي، برده الهويه بتاعه سمارت جيت. واخر حاجه يكون عندنا هنا هو الكتالوج اللي فيه كل تفاصيل الساعه، وده شهاده الضمان. شهاده الضمان تفصيليه جدا، فيها الشروط وفيها الضمان يعتبر لاغي في الحالات التاليه. فده كده يا صاحبي بالنسبه لمحتويات العلبه والانبوكسنج. عندك مانوال، شهاده الضمان، الاستراب الاضافي، الشاحن، السوفت وير بقى، ومواصفات التقنيه الخاصه بالساعه الجميله قوي من سمارت جيت، وهي سي اس جي دبليو ار جي، هو اسم الموديل كده يعني. فده بالنسبه لاول حاجه نتكلم عنها وهو التصميم. انا هوريك شكل الساعه بتفاصيلها المميزه وانت يا صاحبي، وهوريك بقى بالاستراب التاني. عندك برده هنا الاستراب مختوم عليه، مكتوب ايه يا سيدي؟ ستيل ستيل. استراب محترم جدا، خامته حلوه، مختوم من سمارت جيت، وده شكله. عندك بقى ايه شويه تفاصيل كده، واخدين تفاصيل كتيره من ساعات كتيره، مديه تصميم وهويه حلوه قوي للساعه. عندك هنا سكرول بوتن بوتن بوتن، ده بالنسبه للساعه. عندك التفصيله دي برده حلوه قوي. عندك شويه تطعيمات كده في كل حته في الساعه مخليه ايه الساعه شكلها حلو قوي. ده بالنسبه للتصميم اللي عاجبني جدا جدا جدا، وانا ايه شايفه تصميم شياكه جدا يعني. خلينا اوري لك بالاستراب الزيتي لان مهم جدا. الساعه عندك هنا بتيجي باستراب اسمه ايزي لوك، بيبقى فك وتركيبه سهل جدا، عشان لو انت عايز تغير الاستراب باي استراب مقاس 22 زي ما انت شايف اهو، مقاس الاستراب 22. طب يا صاحبي نغير بقى شكل الاستراب بالشكل ده كده، بنركب المسمار، بعد كده بنركب المسمار الثاني، وادي شكل الساعه بالاستراب الزيتي. طب والله الاستراب ده شكله حلو قوي، عجبني. حاسه يعني مريح اكتر في اللبس يعني. انا اصلا مش من هواة الاسترابات المعدن، بس الاستراب ده شكله حلو قوي. طيب ده بالنسبه للتصميم بتاع الساعه كده. احنا كنا قلنا كل المواصفات التقنيه في الانبوكسنج. خلينا نخش على السوفت المعتاد بتاعنا والشرح المعتاد بتاعنا في كل الريفيوهات اللي بنعملها يعني، ونمسك الساعه نفصصها. عندك هنا برده مكتوب هنا زرار الباور، هنا مكتوب اللي هو السبورت. عندك هنا الاطار دوت فيه كده ملمس كده حلو كده، حلو قوي. ماشي يلا بينا نصايب من فوق تحت كده. بنخش على الشورت منيو. اول حاجه بيكون عندنا هنا الكونكشن مربوطه بالمكالمات ولا لا، والبطاريه ونسبتها، والتاريخ واليوم وخلافه. عندنا هنا ان احنا نقفل اوبشن نخلي المكالمات شغاله او نفصلها من هنا كده. احنا فصلناها، نضغط
مره ثانيه تشتغل. عندك هنا بقى انك تتحكم في شكل القائمه، عندك تعمل وضع عدم الازعاج، تفتحه او تقفله من هنا. ده اوبشن الويك اب، من غيره الساعه ما تنورش لما نرفعها كده، لكن لما بنشغله لما بننزل ايدنا والساعه تضلم معانا نيجي نرفعها مع بعض كده بتلاقيها قامت ايه رايحه منوره على اخر حاجه احنا كنا واقفين عليها. هنا عندك التحكم في السطوع بتاع الساعه. بعد كده عندنا هنا ان احنا نخلي الساعه سايلنت او ان احنا نبحث عن الموبايل لو الموبايل متصل بالساعه. وعندنا هنا ان احنا نعمل وضع توفير الطاقه اللي من خلاله تقلل السطوع وبتعطل الاشعارات. هنا الكشاف لو احنا عايزين نفتح الكشاف. وعندك هنا السيتنج اللي فيها كل التفاصيل خاصه بالضبط بتاعه الساعه هنتكلم عنها لما نخش على القائمه. متعود ان انا اخرج من هنا بس ده بيخلي نشغل وضع، ده بيشغل وضع الاولويز اون ديسبلاي. طيب بعد كده لما بنسوايب من فوق لتحت كده بنخش على الاشعارات. الاشعارات بتيجي بالابلكيشن او ببعض الابلكيشنز شكلها لكن مش بكل الابلكيشنز. فمثلا هي جايه هنا بالماسنجر، ده شكل الاشعار اهو، شكل الخط العربي شغال زي الفل يعني. ده مثلا اشعار واتساب اعمال. في حاجات بتيجي بشكل الابلكيشن وحاجات بتيجي باشكال غير شكل الابلكيشن. لما نسوايب يمين يمين شمال كده بنخش على الشاشات الجانبيه اللي اول حاجه فيها الستاتيوس بقى بتاعتنا، الخطوات، مشينا مسافه قد ايه، مشينا كام خطوه، حرقنا كام سعر حراري. نطلع كده بنلاقي في داتا. على فكره الساعه بتقيس، الساعه بتقيس بشكل اكيوريت فتقدر تعتمد عليها بشكل كبير في الداتا الصحيه. بعد كده يكون عندنا هنا قياس النوم، نمت كام ساعه نوم عميق بقى وكام ساعه نوم خفيف وكده بتقيس بشكل كويس برضو. بعد كده عندنا هنا قياس نبض القلب على مدار اليوم وقياسات حقيقيه يعني مش تقريبيه. خلينا نقارنها مباشره مع الاكسوميتر ونشوف الدنيا بين الاثنين عامله ايه. زي ما انت شايف الاثنين بالملي اهو، 85 84 84 الاثنين بالملي في قياسات نبض القلب. طيب ده بالنسبه للقياسات، فالقياسات شغاله بشكل كويس واكيوريت يعني الموضوع ما فيش كلام، قياسات حقيقيه. بعد كده عندنا هنا قياس نسبه الاكسجين في الدم. بعد كده بيكون عندنا هنا الاسترس او مش الضغط طبعا لان قياسات الضغط لا يعتمد عليها في الساعات الديجيتال يعني. هنا عندنا تزامن الطقس. وبعد كده لو انت عايز تضيف حاجه ثانيه ممكن نطلع فوق كده نضيف مثلا التحكم في الساوند، ده بالنسبه لنا حاجه مهمه، المكالمات وهكذا. لما نرجع كده هنلاقي سجل المكالمات ظهر وهنلاقي هنا التحكم في الساوند اشتغل. لما نسوايب بقى من الشمال اليمين كده بنخش على القائمه اللي فيها اشكال متعدده وده شكل من اشكال القائمه اللي عندنا. طيب قبل ما نخش على القائمه نتكلم عن الزرار ده بيخلينا نشغل وضع الاولويز اون ديسبلاي. وعندك لما نضغط عليه هنا بتخرج منه. هنا الزرار ده بيدخلنا على القائمه وبيخرجنا منها، والزرار هنا بيدخلنا على المود الرياضي وبيخرجنا منها. ضغط طويل على الزرار ده عشان لو احنا عايزين نعمل باور اوف او نقفل الساعه. ضغط طويل على الزرار اللي هنا ده برضو نفس الكلام. ضغط طويل على الزرار بتاع المود الرياضي مش بيعمل حاجه. عندنا هنا السكرول ده شغال كده وتقدر من خلاله تغير مجموعه مميزه جدا من الخلفيات. بس الخلفيه دي جامده قوي، بعض الخلفيات مميزه قوي يعني. المهم تعال نخش على القائمه بقى ونتكلم عن تفاصيلها مع بعض. طيب ده بالنسبه للقائمه واللي موجود فيها. وعندنا اول حاجه هنا الانشطه اليوميه اللي هي الخطوات والسعرات الحراريه اتكلمنا عنها قبل كده. عندك هنا بقى الهاتف وجهات الاتصال لو انت مسجل جهات اتصال، وسجل المكالمات لو انت رديت او استقبلت مكالمات من على الساعه. وعندك هنا لوحه الاتصال لو انت عايز تعمل مكالمه مباشره من على الساعه. بعد كده يكون عندنا هنا ضربات القلب شفناها برده من شويه. وهنطلع فوق كده عندنا هنا الاكسجين في الدم، ده متوسط قياس الاكسجين في الدم على مدار اليوم. عندك هنا بقى التمرين والالعاب الرياضيه. شكل المود الرياضي لما بنشغله يكون بالشكل ده كده، بتقيس لك الهارت ريت والمسافه والكالوريز والتايم اللي انت لعبته. تروح كده بالشكل ده. لو انت مشغل ساوند يشتغل معانا بالشكل ده. نروح كده لو احنا عايزين نوقف المود. طب لو طلعنا لفوق في تفاصيل اكتر عن المود الرياضي برضو موجود. حلو جدا شكل المود الرياضي. في بقى مجموعه اكتر من 100 مود رياضي موجود على الساعه. عندك هنا بعد كده في ضغط الدم. تعال نشوف بيقيس بشكل عامل ازاي، مش بيقيس اكيوريت ولا، تعال نشوف بيقيس ازاي يعني هيديني كام على كام، عشان انا ما اقدرش ابدا اقيم لك تجربه ضغط الدم واقول لك يا شباب بشكل كويس ولا، لكن هو بيقيسه. فكرني اقول لك ان في معلومه حلوه جدا في القياسات خدت بالي منها من شويه. المعلومه دي بتدل على دقه قياسات الساعه. جاب لك ان قياس الضغط 78 على 122. ده بالنسبه للقياس. طبعا انا ما اقدرش خالص اقول لك ان هو حقيقي ولا لا، لكن هو بيقيس الضغط بالشكل اللي انت شفته معايا ده. وقت النوم شغال برده بشكل كويس قوي. عندك هنا بقى تزامن الطقس اتكلمنا عنه قبل كده. التحكم في الساوند هنتكلم عنها في الكونكشن شغال برده بشكل كويس. الرسائل او الاشعارات شفناها من شويه. تدريب التنفس والحد من التوتر. عندك بقى في معدل التنفس بتاعك، بتقيس لك بقى معدل التنفس بتاعك. عندك هنا المنبه لو انت عايز تضيف وقت المنبه والساعه بتضرب منبه صوت او فايبريشن زي ما انت عايز يعني. في بعد كده هنا لعبه ممكن نلعبها، لعبه الطائر دي مستفزه جدا يعني. تضغط كده وتعدي الطائر ما بين خراطيم الميه دي او ما بين الانابيب. ما اعرفش هنا مين بيجي له قلب او صبر او المهم. عندك المساعد الصوتي او سيري او جوجل اسيست حسب نوع موبايلك. فلو احنا عايزين ندي اوردر
اوردر من الساعه للموبايل، فمثلا اللي هو اوبن واتساب بزنس بينفذ لك الاوردر اللي انت طلبته منه او اللي انت قلت للساعه من خلال قلت للموبايل من خلال الساعه. بعد كده هيكون عندنا هنا مكالمه الطوارئ، وعندنا في الساعه مكالمه طوارئ، دي حاجه احنا بنظبطها من خلال الابلكيشن، هنشوفها برضه في الجزء الخاص بالكونكشن. عندك بقى في شويه وظائف اخرى زي مثلا ساعه الايقاف المؤقت، عندك هنا الاصباح او الكشاف، وعندك هنا البحث عن الموبايل احنا شفناه من شويه بس هو موجود برضه لو انت عايز تشوف مره ثانيه. بعد كده عندنا هنا التحكم في الكاميرا، طبعا لازم نكون مشغلين الكاميرا من التطبيق، وعندنا هنا الاله الحاسبه، ده بالنسبه للوظائف الاخرى اللي موجوده في الساعه. نخش على الاعدادات اللي برده فيها شويه تفاصيل حلوه. اول حاجه فيهم هي لو انت عايز تغير شكل القائمه ممكن تغيرهم من جوه الاعدادات باي شكل انت عايزه، في شويه اشكال حلوه على الساعه. بعد كده عندنا هنا الاولوس ديسبلاي بنفتحه ونقفله من هو شغال بشكل حلو، بس انا مستغرب قوي ان انت بتخش هنا بيقول لك اختار نمط الاولوس ديسبلاي، تيجي تخش تلاقيه هو نمط واحد يعني، فتيجي تخش على نمط تلاقيه هو شكل واحد. طب ما كنت تشغل الشكل واحد وخلاص، ليه بتعشمني، ليه بتطمعني، ليه بتحسسني انك هتديني اوبشن؟ فاهمني انت فاهمني. واخر حاجه هيكون عندنا هنا اختيار شكل القائمه، تخش كده بتلاقي فيه 3 اشكال للقائمه تختار ما بينهم. بعد كده يكون عندنا هنا التاريخ والوقت، عندك نظام ال 24 وال 12 ساعه، وعندك كده التاريخ والوقت لو انت عايز تظبطهم، بس طبعا يعملوا تزامن مع الموبايل افضل. بعد كده يكون عندنا هنا تعديل السطوع، عندك هنا الصوت والاهتزاز، مستوى الصوت لو انت عايز تنزله شويه او تعليه، وعندك شده الاهتزاز ما بين لو هاي وميديوم، تختار بقى حسب احتياجك. عندك بعد كده صوت الوسائط، عايز صوت الوسائط يطلع في الساعه ولا لا، ده الاوبشن الخاص بالساوند، اللي هو لما تشغل ساوند يطلع في الساعه، لا يطلع في الايربود، لا يطلع في الموبايل، هو ده الجزء الخاص بالتحكم ده يعني. وطبعا لو انت عايز تخلي الساعه سايلنت بتظبطها برده من هنا. بعد كده عندك لو انت عايز تعمل كلمه مرور او باسورد للساعه، وعندك هنا اوبشن الويك اب، لما ننزل ايدنا الساعه تضلم معانا نيجي نرفع تنور تاني. وضع عدم الازعاج يفتحه وتقفله من هنا، وده الكيو ار الخاص بالبرنامج اللي هنتكلم عنه كمان شويه. وعندك هنا الاعدادات الخاصه بالنظام زي اعاده التشغيل، وانك تقفل الساعه او تعمل لها اعاده ضبط مصنع. واخر حاجه هنا الاباوت بتاع الساعه، اسم الساعه، الاصدار، البلوتوث، ده بالنسبه لكل اللي موجود في القائمه. ودي كده اخر حاجه في القائمه وهي الاعدادات، وده السوفت وير بالكامل الخاص بالساعه. كده احنا استعرضنا كل تفاصيل الساعه، كل السوفت وير الخاص بيها. هنخش على الجزء الثالث والمهم برضو بالنسبه لنا في الريفيو، وهو البرنامج وربط الساعه بالموبايل يا صاحبي. والساعه بتشغل على برنامج اسمه جلوري فيت، ده برنامج بقالنا فتره كبيره بنتكلم عنه، وواحد من البرامج اللي بتبدا بيه البراندات ان هي تعمل كونكشن بيه مع ساعات لحد ما بيعملوا برنامج خاص بيهم. ده الملاحظ يعني من شغلي في الساعات، يعني كانت كوزبت زمان تشتغل على الجلوري فيت، زبليز كانت على الجلوري فيت، كل الساعات الاصليه اللي موجوده في السوق دلوقتي كانت زمان بتشتغل على الجلوري فيت، وبعد كده بتبدا تنقل بقى على الابلكيشن الخاص بيه. فده زي ما انت شايف اهو، الابلكيشن بيكون جاي ب4 واجهات يا صديقي. الواجهه الرئيسيه الخاصه بالداتا الصحيه، الخطوات اللي مشيتها والتزامن بتاع الداتا بقى اهو، قياس النوم، قلت لك بتقيس النوم بشكل كويس وعملت سينك خلاص مع الموبايل، والنوم كان ممتاز، نايم الساعه 3:10 قايم الساعه 8:ثلث، جايب لك قياس النوم شغال بشكل كويس، الاكيوريت، ضغط الدم اللي احنا قسناه من شويه، تفاصيل زي الفل. تخش على الرياضه لو انت عايز تلعب الرياضه وانت بتستخدم الموبايل، طبعا ده اوبشن انا ما عنديش مقدره ان انا اجربه، لكن ده اوبشن موجود في الساعه. والجزء المهم بالنسبه لنا وهو الكونكشن، طبعا الساعه متصله اهو، مستوى البطاريه واسم الساعه. وعندك اول حاجه في البرنامج وهو الكونكشن الخاص بالبلوتوث. الكونكشن الخاص بالبلوتوث بيتم عن طريق ان انت مبدئيا تعمل كده وتفتح البلوتوث من هنا ضغطه كده بالشكل ده، فتحنا البلوتوث، نخش على البلوتوث بتاع الموبايل وتم الاتصال. طيب خدنا ايه بقى؟ خدنا ان احنا نقدر نعمل مكالمات من على الساعه، نرد على مكالمات الموبايل، نقدر ان احنا نستخدم سيري، نسمع ساوند من الساعه وهكذا. لكن انت عندك هنا في اوبشن حلو جدا، وهو ان انت تعمل تزامن لجهات الاتصال. تزامن لجهات الاتصال ديت بيتم لحد 70 اسم، نقدر نعمل تزامن ل 70 اسم. هو كاتب لك اهو نقدر نعمل تزامن، ما لهمش اي علاقه ال 70 اسم دول باظهار اسم المتصل، دول 70 اسم عشان تكلمهم انت من على الساعه. عندنا بعد كده هنا الواجهات، مجموعه مميزه قوي من الواجهات بتصنيفات مختلفه، ده احدث حاجه نزلت على الابلكيشن حاليا، كلهم طبعا مجاني، مفيش حاجه هنا اسمها بفلوس، نقدر نحمل اي باك جراوند زي ما احنا عايزين، كلها مجاني. شايف الجمال يا صاحبي بقى بعد ما غيرنا الخلفيه؟ خلفيات حلوه جدا زي ما قلت لك، وتقدر تعمل تزامن لمجموعه كبيره جدا من الخلفيات، تختار زي ما انت عايز، تخش بقى على اي تصنيف من التصنيفات دي تحمل يا صاحبي. وعندك طبعا بقى هنا الواجهات اللي انت نزلتها قبل كده، وعندك لو انت عايز تنزل حاجه من على الاستديو بتاعك او صوره شخصيه، الموضوع برده متاح معاك. بعد كده هيكون عندنا هنا مراقبه معدل ضربات القلب، عندك هنا ان هي تقيس بشكل اوتوماتيك، ده اوبشن تفتحه وتقفله. وعندك كمان تنبيهات بالحد الاقصى، الساعه تديك تنبيه، وعندك تنبيه بالحد الادنى لو انت عايز الساعه تنبهك انك وصلت للحد الادنى من التنبيهات من معدل ضربات القلب، يعني لو نبض القلب وصل ل 50 او 51 او اقل، مثلا لو انت من اول 40 اهوت لحد 100، ده حسب القياس اللي هو محتاجه يعني. فاوبشن حلو جدا في معدل ضربات القلب. ونفس الكلام عندنا في
في الاكسجين برضو اعدادات للاكسجين في الدم، قياس التلقائي وكل قد ايه تقيس وهكذا. هنا بقى بعد كده مكالمات الورده. مكالمات الورده برضو فيها شويه اوبشن حلوه. اول حاجه انت بتفتح الاوبشن من هنا ان اصلا الساعه تجيب لك مكالمات الورده، وعندك ان انت بضغطه واحده على زرار على الساعه تقفل المكالمه، وعندك هنا ان الساعه اصلا تذكرك متاخر، والتاخير ده انت بتحدده من اول ثانيه لحد 5 ثواني. يعني لو الساعه لو الموبايل رن الساعه مش هترن غير بعد ثانيه 2 3 4 حسب ما انت هتحدد. اوبشن ظريف برضو. لو انا مش محتاج ان الساعه تضرب اول ما الموبايل يضرب، فلا اتاخري شويه عليا، اديني ثانيتين 3 يمكن هرد. في بعد كده عندنا هنا بقى اختيارات الرسائل اس ام اس، ان تجي لك رسائل اس ام اس تجي لك على الساعه. هنا تذكير التطبيقات بقى المختلفه. طبعا كل التطبيقات المهمه والاساسيه موجوده في الواجهه الرئيسيه، لكن انت عندك لو في اي تطبيق مش موجود زي مثلا واتساب الاعمال او التليجرام دول ما كانوش موجودين، بتخش يا باشا بقى تجيب كل حاجه على الجهاز زي ما انت شايفه، كل البرامج اللي على الجهاز، وتقدر ان انت تجيب لك الاشارات بتاعتها. بعد كده يكون عندنا هنا التذكير بالجلوس، لو انت قعدت فتره طويله الساعه تفكرك انك محتاج تتحرك. هنا الاوبشن بتاع الويك اب عشان ترفع ايدك كده الساعه تنور معاك. بعد كده عندنا هنا اوبشن الجميل جدا على الساعه، وهو الرد على المكالمات برساله سريعه، زي مثلا ساتصل بك لاحقا. وممكن تضيف كمان ردود. انا مثلا بصور دلوقتي كالعاده، يعني كل تجاربي اهو. ممكن تضيف كمان انا سايق، تضيف كمان انا باكل. كده احنا ضفنا 3 ردود غير فيهم 1 2 3 4 5، يعني في 8 ردود تقدر ان انت تثبتهم على الساعه عشان خاطر ترد بيهم على اي مكالمه تجيلك. في حاجه عندنا هنا اسمها المزيد من الاعدادات، فيها بقى إيه انك تاخد لقطه للساعه. يعني مثلا لو احنا كده نضغط بالشكل ده كده خدنا لقطه للحاجه اللي احنا محتاجين نصورها. اوبشن برضو الاوبشنات اللي الناس بتدور عليها في الساعه. هنا البحث عن الساعه بتعمل فايبريشن وبتضرب زي ما انت سامع كده. عندك هنا اوبشن ان انت اصلا تخلي الساعه تدور على الموبايل، بتفتحه وتقفله من هنا. لو انت قفلته الساعه مش تقدر تدور على الموبايل، لكن لو فتحته تقدر من خلال الساعه تدور على الموبايل. هنا بعد كده لغه الجهاز، احنا بنعمل تابع نظام او نختار اللغه اللي احنا عايزينها. هنا لو في تحديثات بتظهر في المكان ده، فهنشوف كده في تحديث ولا احنا ما عملناش ليها تحديث قبل كده. طبعا هو ما فيش تحديث حاليا للساعه. بعد كده هنا مكالمه الطوارئ بتحددها هنا، وممكن تحدد كذا رقم بعد الرقم الاساسي انت بتطلعه لفوق كده، فبيبقى ده الرقم الاساسي. يعني مثلا انت ممكن تختار كذا رقم، والرقم اللي انت عايزه دلوقتي هو يكون رقم الطوارئ، بتحدده من الابلكيشن زي ما انت شفت معايا كده. طبعا هنا بقى لو احنا عايزين نمسح كل البيانات اللي على الابلكيشن الخاصه بينا بنمسحها. ده بالنسبه للجزء الخاص بالكونكشن ما بين البرنامج والساعه. اخر حاجه هنا الاباوت بتاعك او اسم الاكونت بتاعك وخلافه. خلينا دلوقتي نروح على التحكم في الساوند واظهار اسم متصل وصوت الساعه في المكالمات. دي حاجات مهمه برضو في التجربه. ليه بيكون مهم ان احنا نشرح قصه التحكم في الساوند ديت؟ يعني ممكن تكون مش مهمه للناس، بس هي اهميتها بتتلخص في حته ان انت ممكن تستخدم ايربود مع الساعه. لما انا اقول لك انك تقدر تتحكم في الساوند بشكل كويس لما تكون رابط الساعه بالبلوتوث المباشر تحديدا، فانا هنا بعرفك ان انت تقدر تتحكم في الايربود وانت بتسمع من الايربود من خلال الساعه. فخلينا بقى ايه نجرب. احنا دلوقتي رابطين الساعه بالبلوتوث المباشر اهو، ونخش نفتح الساوند بالشكل ده كده، ونجيب الجزء الخاص بالتحكم في الساوند او البرنامج الخاص بالتحكم في الساوند. ادي اهوت الساوند بيكون اسمه موجود في الابلكيشن. عندك هنا اهوت اسم الساوند بيكون مكتوب فوق. عندنا التحكم في مستوى الصوت، نقدر ان احنا نوطي، وتلاقي الموبايل برضو بيوطى معانا يعني، ونقدر ان احنا نعلي الصوت مره ثانيه. نقدر نجيب الساوند اللي بعد كده او نجيب الساوند اللي قبل كده او نشغله، ودلوقتي الصوت بيخرج من الساعه. فاسمع كده الصوت بقى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الصوت يعني هو انت لوهله هتحس ان ده الموبايل. يعني انت لو حاطط الاثنين كده جنب بعض بالشكل ده وشغلت الصوت كده هتفتكر ان ده الموبايل، لحد ما تتاكد تحط بقى الساعه على ودنك كده والصوت ده بجد من الساعه. فصوت الساعه ممتاز قوي قوي قوي. طيب ازاي ان احنا بقى نقفل الصوت نخرجه من الموبايل مش من الساعه واحنا موصلين الكونكشن الخاص بالبلوتوث المباشر؟ هنقوم رايحين على السيتنج بالشكل ده كده، وهنلاقي عندنا هنا الصوت والاهتزاز. نخش هنا كده نقفل صوت الوسط. بكده الصوت ما عادش هيخرج من الساعه. طيب نجرب مع بعض كده. الصوت بقى في الموبايل. معنى اللي انا بقوله لك ده، لو انت موصل ايربود على الموبايل بالشكل ده وبتسمع من الايربود تقدر تتحكم من الساعه. فمثلا الصوت شغال اهو، نقدر ان احنا نوقف ونشغل، نجيب الساوند اللي بعد كده والساوند اللي قبل كده، وكمان نقدر ان احنا نوطي ونعلي. ادي كده اهو، نجيب الساوند اللي بعد كده اللي بعد كده ونجيب اللي قبل كده، ونقدر ان احنا نوطي ونعلي. كل ده واحنا لابسين الايربود وبنتحكم في كل حاجه من الساعه. فبالتالي التحكم في الصوت شغال بشكل كويس، سواء بتسمع من الساعه او بتسمع من الموبايل وات ايفر مش هتفرق، سواء بتسمع من ايربود، سواء موصل الساعه عن طريق البلوتوث، موصل عن طريق البرنامج. بس الدنيا حلوه جدا في نقطه التحكم في الصوت.
تخش على اظهار اسم الساعه، تدعم اظهار اسم متصل وبترن بالشكل دوت، وعندك كذا اوبشن، اولهم انك نكنسل او ان احنا نرد او نبعت رساله من الرسائل المسجله اللي من خلالها نقدر ان احنا نكنسل المكالمه. في رسائل مسجله احنا كنا اتكلمنا عنها من شويه نقدر نكنسل بيها المكالمه. طيب هنرد بقى احنا دلوقتي واسمعكم صوت الساعه في المكالمات بس على الناس عشان الصوت بس يوصل لهم. السلام عليكم، يا رب الفيديو يعجبهم، الساعه تكون كويسه ويعملوا لنا لايك واشتراك. طيب بخلاف المكالمه اللي احنا سمعناها ديت، فانت عندك جوده صوت ممتازه جدا، واثناء المكالمه نقدر ان احنا نعمل ميوت او ان احنا نقفل المكالمه، او كمان ان احنا نتحكم في مستوى الصوت. ده بالنسبه لتجربه الساعه في المكالمات، وشغاله بشكل كويس جدا، والسماعه صوتها جبار. والخلاصه وراي عام عن الساعه السمارت جيت الار جي، الساعة المميزة جدا واللي بتيجي بتفاصيل حلوة جدا. أهمهم من وجهة نظري المتواضعة هو الديزاين والستايل بتاع الساعة، طبعا مع ضمان سنة من الوكيل اللي هو التوحيد ضد عيوب الصناعة لو في أي مشكلة، وصوت عالي جدا وخط عربي واضح وإظهار اسم متصل بشكل كويس، وتقدر تسجل لحد 70 اسم مع قياسات كويسة. ده بيديك في الآخر ساعة شبه متكاملة وتديك كل اللي احتياجاته. بس قبل أي حاجة يكون الستايل بتاع الساعة عاجبك، الديزاين شكلها جايب استراب معدن مختوم من البراند وكمان استراب السيليكون، فأنت بتاخد تجربه في الاخر يعني هتخليك مرضي بشكل كبير جدا. وساعه راجت تستحمل الخبطات والصدمات بالسعر ده مفيش. دي ارخص ساعه راجت موجوده في السوق من براند سمارت جيت المتوفر حاليا في ستور المكتبه. ولو الساعه عجبتك وحابب تقتنيها تقدر تشتريها من تحت من صندوق الوصف، هتلاقي لينك الويب سايت، او ممكن تلاقيه في الايفون او في اخر الفيديو لو حابب. في النهايه ممكن اقول لك ان الديفول الوحيد اللي قابلني ان هي مش اسرع حاجه، يعني فيها كل المميزات اللي قلت لك دي، لكن السوفت وير مش اسرع حاجه، مش اسلس حاجه، في شويه لاج بسيط كده في الحركه بتاعه السوفت وير والتنقل ما بين القوائم بعضها. كده ان شاء الله نكون خلصنا الريفيو الخاص بالساعه السمارت جيت الار جي. انا ما كنتش طولت عليك، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، الفيديو عجبك من اللايك الجميل، فعايز ارجع اشوفك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، اكسبلورات الموبايل بشكل عام. كان معكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.